الله وبركاته. في هذا الفيديو سأتحدث معكم عن إشاعة خطيرة جدا بدأت تنتشر مؤخرا بين مجتمع لاعبي فري فاير، وهي أن شركة غارينا ستقوم ببيع لعبة فري فاير بشكل رسمي في العام القادم. هل فعلا غارينا تنوي التخلي عن اللعبة؟ هل النهاية أصبحت قريبة؟ وهل سنودع فري فاير التي رافقتنا لسنوات؟ Little do you know I need a little more time. I love the way you activate your hips and push your ass up. Gotta خلونا نحكي بالتفصيل. في الأيام الأخيرة لاحظنا تراجع واضح في دعم اللعبة. التحديثات لم تعد قوية كما كانت، الأحداث مكررة، الجوائز ضعيفة، وحتى مشاكل في اللعبة لم تعد تحل بسرعة. هذا جعل الكثير من الناس يتحدثون عن أن الشركة فقدت الحماس تجاه اللعبة، أو أنها تستعد لتسليمها لشركة أخرى. في مواقع التواصل ظهرت منشورات تقول إن غارينا تنوي بيع حقوق اللعبة لشركة أجنبية تهتم فقط بجانب الربح وليس بجودة اللعبة أو اللاعبين. وهذا لو صار فعلا بيكون ضربة قوية لملايين من عشاق فري فاير في العالم العربي وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، لأن اللعبة اليوم لم تعد مجرد لعبة، بل أصبحت مجتمع كامل. لكن خلونا نكون واضحين، هذه مجرد إشاعات حتى الآن. ما في أي مصدر رسمي من شركة جيرينا أعلن عن نية البيع، ولا يوجد تأكيد من مواقع رسمية أو تقارير مالية تقول إن اللعبة ستباع أو تغلق. لكن بنفس الوقت كثرة هذه الإشاعات وانخفاض النشاط من الشركة كلها علامات تثير الشك. خلونا نرجع شوي لورا. سنة 2019 و120 كانت من أضخم سنوات فري فاير، كانت في قمة الشهرة، ملايين اللاعبين الجدد يومياً، أحداث حماسية، وكل الناس تتكلم عنها. لكن بعد 2022 بدأنا نلاحظ انحدار بطيء. اللعبة أصبحت مكررة، نظام التحديثات ضعيف، ولم يعد هناك ذلك الشغف من فريق التطوير. حتى اللاعبين المحترفين، الكريتورز واليوتيوبرز الكبار، كثير منهم ترك اللعبة وراحوا لألعاب ثانية مثل ببجي موبايل، كول أوف ديوتي، أو حتى فورتنايت. البعض قالها بصراحة: اللعبة ماتت، بينما آخرون يحاولون الحفاظ على الأمل. واحدة من أقوى النقاط التي خلت الناس تصدق هذه الإشاعة هي أن غارينا بدأت تحذف حسابات بدون سبب واضح وتقوم بإيقافات جماعية، وفي نفس الوقت الدعم الفني أصبح بارد جدا. هل هذا يعني أن غارينا فعلا تفكر بالخروج من السوق أو تهيئ اللعبة لتسليمها لشركة أخرى؟ الجواب ما زال غير مؤكد، لكن المؤشرات مقلقة جدا. الآن تخيل لو فعلا تم بيع اللعبة لشركة ما تهتم فقط بجانب الربح، ماذا سيحدث؟ قد تلغى الأحداث المجانية تماما، قد تتحول اللعبة إلى مكان مليء بالبي تو وين، وقد نرى تغييرات في السيرفرات أو حتى اختفاء بعض المناطق مثل مينا أو أفريقيا. وهذا أسوأ كابوس ممكن نعيشه كمجتمع عربي داخل اللعبة. لكن لحظة، مش كل شيء سلبي. هناك احتمال آخر. ممكن تكون غارينا تعمل في صمت على تطوير نسخة جديدة من فري فاير. ممكن تكون تحاول إعادة بناء اللعبة بشكل أفضل. وربما كل ما نراه من ضعف حالياً هو فقط مرحلة مؤقتة قبل عودة قوية. يعني بدل ما تكون نهاية، ممكن تكون بداية جديدة؟ ما نعرف. لكن الشيء الأكيد هو أننا نحب هذه اللعبة، وأي شيء يتعلق بها يهمنا. ولهذا السبب لازم كلنا ننتبه ونراقب الأخبار الرسمية ونتأكد من كل معلومة قبل ما نصدقها. لازم نضغط على الشركة لتعطينا توضيحات. لازم نكون مجتمع واعي وذكي. وفي النهاية، هل هذه إشاعة فقط أم بداية نهاية حقيقية لفري فاير؟ الجواب في المستقبل. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم. هل أنتم مع فكرة أن فري فاير خلاص انتهت؟ أم تعتقدون أن الشركة تحضر لشيء كبير؟ ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، لأن هذا الموضوع يهم كل لاعبي فري فاير في الوطن العربي. وإذا وصلنا لهذا الجزء من الفيديو، اكتبوا في التعليق: أنا لست مستعدا لنهاية فري فاير، لأعرف أنك من الأساطير الذين تابعوا للآخر. شكرا لكم، نلتقي في فيديو جديد. سلام.